المدخل إلى قواعد اللغة الشركسية. هذه غبزة بزخا بزا ميخا حاب نبيل حلمي شوقار 16 شام إثاسميني ترى طوجرة ترى. تصريف الأسماء في حالة الأسماء معرفة مفردة: غنف غزخوج نر، زب شاغر. نوع الحالة: صيغة السؤال: ولد، مطرقة، شجرة. تسيأ وشطبق: ختر للعاقل، سدر لغير العاقل، جالر، واتر، تشغر. وجر شطبق: ختم للعاقل، سدم لغير العاقل، جالم، واتم، تشغم. لج شطبق: ختمجة للعاقل، سدمجة لغير العاقل، جالمجة، واتمجة، تشغمجة. غونف شطبق: ختو للعاقل، سدو لغير العاقل، جالو، واتو، تشغو. تصريف الأسماء في حالة الجمع: غنف غزخ جنر، بب شاغر. لاحظ أداة الجمع خ تأتي قبل الأداة الإسمية. نوع الحالة: صيغة السؤال: بنت، إنسان، شجرة. سيؤش أبق: ختر للعاقل، سدر لغير العاقل، بشاشخر، صفخر، تشغخر. وجرش أبق: ختخم، سدخم، بشاشخم، صفخم، تشغخم. لجش أبق: ختخمجة، سدخمجة، بشاشخمجة، صفخمجة، تشغخمجة. غونف أبق: ختو، سدو، بشاشخو، صفخو، تشغخو. يمكن تلخيص ما سبق كالتالي: 1. في الحالة الأولى تسيأ يتم تحديد الحالة باتصال الدالة ر بالاسم، الفاعل أو المبتدأ كلاحقة، وذلك في صيغتي المفرد والجمع. 2. في الحالة الثانية والجر يتم تحديد الحالة باتصال الدالة م بالاسم، الفاعل أو المبتدأ كلاحقة، وذلك في صيغة المفرد. أما في حالة الجمع يمكن أن تتصل به الدالة بأشكال 3: ما، خما، خم، وهذه الأشكال لها نفس المعنى. 3. في الحالة الثالثة لج تتصل الدالة مجة بالاسم، الفاعل أو المبتدأ كلاحقة، وفي حالة الاسم معرف. أما في حالة الاسم نكرة تتصل الدالة ج بدون الحرف م الذي يحمل معنى أداة التعريف. 4. في الحالة الرابعة غونف وصف الحالة تتصل الدالة أو و بالاسم كلاحقة، وتتصل دائما بالاسم في حالة النكرة. لاحظ دليل الجمع الحرف خ ويأتي قبل الدالة الاسمية. ولاحظ دائما أن الحرفين ر م يحملان معنى أداة التعريف وأداة الحالة الاسمية عندما يتصلان بالاسم كلاحقة، بالإضافة إلى أن الحرف م يلعب دور أداة الجمع، وكذلك يحمل معاني حروف الجر في موضعين: في حالة سيأوى عندما يتصل مع اسم آخر غير الفاعل، وكذلك عندما يتصل مع اسم آخر غير الفاعل في حالة وجر. انظر إلى الأمثلة الواردة أدناه. توضيح بالنسبة لحالتي الاسمين: حالة سيأوى ذات الدالة ر، وحالة وجر ذات الدالة م. نوع الفعل متعدي أو لازم هو الذي يلعب الدور في تحديد نوع الحالة في الجملة، إما بإضافة الدالة ر أو الدالة م
في آخر الاسم الذي هو الفاعل أو المبتدأ. ولا بد من التذكير بأن الفعل المتعدي يحتاج إلى مفعول، أما الفعل اللازم لا يحتاج إلى مفعول. عندما يكون الفعل بحالة اللازم تتصل الدالة ر بالفاعل أو المبتدأ ولا يحتاج إلى مفعول. عندما يكون الفعل بحالة المتعدي تتصل الدالة م بالفاعل أو المبتدأ ويحتاج إلى مفعول، ويحملان دائما مفهوم أداة التعريف. الحالة الأولى تسيأوى قبحار، في جملة تتصل الدالة ر بالاسم الفاعل أو المبتدأ، وذلك عندما يكون الفعل في حالة اللازم. ونفترض مجازا مقارنة باللغة العربية أن الاسم الفاعل أو المبتدأ بحالة الرفع، ونادرا جدا يتصل هذا الدليل مع أسماء العلم. وفي حال وجود اسم آخر غير الفاعل في الجملة يتصل به الحرف م سيكون في محل اسم مجرور، أي أن الحرف م يقوم مقام حرف الجر. نورد بعض الجمل كأمثلة للإيضاح. جالر مابسة ينظر الولد. جالر ماشخة يأكل الولد. جالر بسم يسبح الولد في الماء. قاصر بسم خت القارب موجود في الماء. مأرسر تشغم بت التفاحة موجودة على الشجرة. مأرسر تشغم كيفخ تسقط التفاحة من الشجرة. الولد جالس مضطجع واقف. جالر شس شت مع جميع الأفعال من هذا النوع: قت قس قل قس قت قس خت. هذا النوع من الأفعال أفعال مشتقة يصعب تمييز الجذر عن السابقة، وتسمى بالأفعال المترابطة زبخغخر، وهو أقرب ما يكون إلى شبه الفعل حسب التعريف في اللغة العربية، أو الفعل غير النظامي في اللغة الإنجليزية مع بعض الاختلافات. ملاحظة: إن تغيير الترتيب في الجملة بين الفاعل والمفعول لا يغير من المعنى طالما بقي مكان اتصال الأداتين ر م ثابتا. انظر إلى الأمثلة أدناه. ينظر الولد إلى التفاحة. جالر مأرسم يبل. الولد ينظر إلى التفاحة. ينظر الولد إلى التفاحة. مأرسم جالر يبل. إلى التفاحة ينظر الولد. بينما إذا غيرنا مكان اتصال الأداتين ر م يصبح المعنى كالتالي: التفاحة تنظر إلى الولد. مأرسر جالم يبل.